تعال اخدكم معايا النهارده يوم كامل في شغلي هنا في فرنسا. صحيت اول حاجه عملتها اخدت دش، بعدين رتبت السرير والمكان، ودي نقطه مهمه جدا ولازم تكون ثقافه ثابته عند كل شاب فينا. بعدين جهزت على السرير الاكل اللي هاخده معايا، وده بيكون بنسبه كبيره اكل من اللي انا بكون طبخه من اليوم اللي قبله، وبضيف عليه فاكهه عصير وكام حاجه خفيفه وميه. طبعا الجو حاليا مظبوط، لكن ده ما يمنعش ان ناخد معاه الجاكيت لاننا احيانا بنعيش الاربع فصول في ساعه واحده. اليومين دول شغال في مكان قريب من البيت، علشان كده اروح بالعجله افضل، ربع ساعه تقريبا، وهوريكم المناظر اللي هنعدي عليها واللي أنا متاكد انها هتعجبكم جدا. اجمل اطلاله صالحه لاي وقت واي مكان، حي الله الاحرار. وانا سايف البلاد دي بتصيبني حالتين في وقت واحد: حاله سعاده من الطرق المنظمه النظيفه اللي بيراعوا فيها اداء التفاصيل، بالاضافه لكميه الغطاء النباتي الاخضر اللي بتحسسك بالهدوء والراحه النفسيه رغم اني بعيش في مدينه كبيره مش ريف ولا حاجه. والحاله التانيه هي حاله الحزن والياس لما بحاول اعمل مقارنه ببلادنا والاحظ ان الفرق بين هنا وهناك كبير جدا للاسف. خلاص الحمد لله وصلنا لمكان الشغل، وهو ده اول حاجه هندخل العجله جوه ونقفل الباب كويس وناخد شنطتنا ونطلع الدور التاني نغير الهدوم وننزل تاني. ودلوقتي يلا بينا ننزل، لان لو اتاخرنا اكتر من كده هيكون وضع مش لطيف. لكن قبل ما نبدا الشغل خلينا الاول نفطر حاجه خفيفه من الحاجات اللي لقيت صاحب البيت مجهزها، جزاه الله خير، رغم ان ده نادرا لما بيحصل عند الزباين هنا، مش زي الوضع في مصر. شويه قهوه رغم اني مش من عشاقها، مع بسكوت او حاجه خفيفه. وعاوز اقول لكم ان من العادات اللي بحب اعملها لو شغال لوحدي هي ان اشغل اذاعه القران الكريم المصريه، وده لانها بترجعني لذكريات جميله جدا زي كتير منكم اكيد. وبسم الله نبدا. شغل النهارده هو عباره عن كذا حاجه هنعملها مع بعض، لكن اولها هو تثبيت البلاك والمضاف للحيطه دي لانه سايب من بعضه زي ما واضح في الحاله دي. وعشان ما نبوظش الدنيا هنفتح اكتر من فتحه في الجنب ده زي ما انتم شايفين، وننضف كويس لغايه ما نوصل للحيطه الاصليه. وعلى السريع هنعلم اكس مكان الفتحات ونرقمهم علشان مقاسات الغطا تكون مظبوطه في التركيب. بعدين بعد ما خلصت فتح الاماكن دي هننضف المكان كويس، ودي نقطه مهمه جدا ونصيحه لكل مهني او حرفي او اي شخص: نظافه الشغل اهم من الشغل. دلوقتي الخطوه الثانيه وهي تثبيت البلاكو. هنقلب او نعجن الكله، وده معجون مخصص للتثبيت والكلام ده. وبعدين هاجي على الفتحات دي واملاها كويس من الاربع جهات زي ما انتم شايفين. وعلى ما الكل تشد شويه تمسك، ممكن ناخد بريك 5 دقايق نشرب حاجه او نشوف مستجدات الكوكب اللي تسد النفس. ودقه الثانيه عشر وما اجملها من دقه، خصوصا لكل عامل وموظف. دلوقتي هنتغدى مع بعض، وغدا النهارده كان رز وسلمون مقلي وسلطه، ودي اكله بحبها جدا من وقت للتاني. ودلوقتي الساعه 1 ونقول بسم الله ونقوم نكمل شغل. الكل اللي حطيناها في الفتحات عشان تثبت البلاك ونشفت كويس جدا، عشان كده هنملاها ونقفلها بالاجزاء اللي قصيناها منها زي ما انتم شايفين. هنملاها كويس، وعشان ما تاخدش كله كتير ممكن نحط فيها البتاع اللي معرفش اسمه ده، وبعدين هنقفلها بالغطا بتاعها اللي احتفظنا بيه. وبكده هيكون باقي خطوه واحده وهي لحام الفتحات دي بشاش او ورق مخصوص. ودلوقتي نقدر نقفل لحامات الفتحات دي اما بشاش او الورق ده واسمه بوند، معرفش اسمه ايه بالعربي صراحه. اليوم حرفيا مش عاوز يخلص ولسه معانا وقت، علشان كده يلا بينا ندهن الحيطان اللي صنفرناها. وبالمناسبه دي لو حد حابب ان انا اعمل له شغل تواصل معايا واهلا بيك. سان في بليزير. اسف حاجه لو طولت عليكم، وكالعاده تابعوني وسنوا فيديو جديد. كنت معاكم محمد غطاس من هنا من باريس، وسلام.